البشارة البشارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لكم الأجر، قواكم الله، والله يتقبل زيارتكم إن شاء الله بأحسن القبول. أكو سؤال دائما نطرحه على نفسنا ونقول زيارة ال40 هاي ال21 مليون ال22 مليون، هاي الناس منو اللي ينظمها؟ هاي الناس شلون جاي تتنظم؟ هاي الزوار اللي تمشي على الطريق وين تروح بالليل؟ وين تبات؟ منو اللي يوكلهم؟ المواكب منو اللي يجهزها أصلا؟ هذا السؤال حصلنا على الإجابة عليه قبل 5 أيام تقريبا في طريق ديوانية شامية، اللي الناس اللي تروح على طريق النجف ديوانية شامية، أحد معتمدي المرجعية ما نريد نذكر اسمه، هو حملنا هاي الأمانة. هذا الشيخ هذا المؤمن يقول أنا انطلقت من الديوانية للشامية، فأشوف الناس على الشارع قدامي ووراي بأعداد كلش هواية. يقول طرحت هذا التساؤل ببالي بعقلي، قلت هسه هاي الناس وين تروح بالليل؟ منو اللي ياخذها؟ منو اللي يقعدها أصلا؟ يقول وصار المغرب رحنا للمعزب مالتنا قعدنا، يقول وصل وقت النوم نمت، فبالرؤية أشوف الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف يقول ماد إيده من الفاو إلى كربلاء. يقول أنا هنا حسيت إنه أنا حصلت على جزء من الإجابة. يقول بعدها أبوع للإمام مقسم الناس على الطريق، 5 هنا 10 هنا 11 هنا 15 هنا، وكل واحد يقسمه كل مجموعة يقول لهم أنتم تروحون يم فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني. يقول المجموعة الثانية كذلك، المجموعة الثالثة كذلك. يقول وصل إنه المجموعتنا، يقول أنا قلت خلي أشوف أنا شنو راح يصير وياي. يقول وصل لمجموعتنا قال أنتم تروحون يم فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، يذكره اسمه واسم أبوه واسم جده واسم جده الرابع وعشيرته الفلاني. يقول أنتم تروحون يم فلان ابن فلان الفلاني، سيارته بيكم حمراء راح توقف لكم بالطريق الفلاني هيك. يقول أنا قعدت الصبح سمعت الناس اللي وياي يعني هم اتفقوا أصدقائي قالوا بالنهار حارة وبالليل الجو زين بارد، فاحنا اليوم خلينا نمشي بالليل ما نقعد. يقول أنا بيني بين نفسي قلت هاي الرؤية معقولة ما راح تتحقق؟ خلي أسكت، أنا ما أبلغ جماعتي ولا أبلغهم إنه شنو صار وياي بالرؤية. يقول صارت دنيا المغرب وجماعتهم مقررين إنهم يمشون دنيا الليل. يقول وصلنا المكان أشوف البيكم الحمراء اللي يقلب بيها الإمام واقفة على جانب الطريق. يقول وصلنا مسافة وهذا الرجال معقل وهيبة واقف هو وابنه. اجانا ابنه قال عمي تروحون تفضلون